لو حاسس بوجع في قلبك في الحتة دي بيجي ويمشي كل شوية وفاكر ان ده وجع في العظم او شد في العضلات، يبقى كويس ان الفيديو طلع لك في الوقت ده عشان تعرف ان مش كل وجع في الصدر يبقى في العظم او العضلات. وانا هنا جاي اكلمك عن الذبحة الصدرية اللي مش بتيجي للكبار بس زي ما انتوا فاكرين، ومش دايما بتيجي بوجع كبير قوي، ساعات بتيجي بوجع خفيف وعادي. الذبحة بتحصل لما الدم ما يوصلش كفاية للقلب، خصوصا وقت المجهود، يعني وانت ماشي مشوار صغير او طالع سلم، تفتكر بقى ساعتها ان ده ارهاق او شد في العضلات. بس خليني اقولك على علامة مميزة هتخليك تفرق بين وجع العظم والعضلات وبين الذبحة الصدرية. وجع الذبحة بيجي مع الحركة وبيروح مع الراحة، ممكن يمتد للكتف او الدراع او الرقبة، ما تقدرش تحدده بمنطقة واحدة، يعني ما اقدرش اقول هنا او هنا، لا بيجي في منطقة كبيرة. ودي بعض الاعراض البسيطة اللي تخليك تكون عارف ان دي اعراض ذبحة، واللي بنصحك بيه انك ما تستناش سواء اعراض بسيطة او اعراض كبيرة، وان توجه فورا على دكتور القلب، علشان زي ما دايما بقول التشخيص المبكر يعني علاج اسرع. وبتمنى لكم يوم سعيد وصحة جيدة. كان معاكم دكتور ايمن حامد، استشاري امراض القلب والقسطرة بألمانيا. لو عندكم اي سؤال اكتبولي وهرد عليكم، واشوفكم في فيديوهات جاية. سلام.